ما الذي حدث فعلا داخل فندق سيركس لاس فيغاس؟ هذا الفندق يملك تاريخا مظلما وغريبا. افتتح سنة 1968 ولم يكن في بدايته فندقا أصلا، بل كازينو مع عروض السيرك فقط. في سنواته الأولى ارتبط اسمه بعالم المافيا، واتهم مالكه الأصلي بسرقة ملايين الدولارات قبل أن يختفي دون أي أثر. مع مرور السنوات وقعت حوادث غامضة داخل المكان، شملت وفيات غير مفسرة وحالات انتحار، أخطرها جريمة قتل ثلاثية داخل إحدى الغرف خلال ثمانينيات القرن الماضي. بعض النزلاء تحدثوا أيضاً عن ظلال غريبة ونشاطات غير طبيعية تظهر ليلاً. ورغم هذا التاريخ المقلق، تحول الفندق إلى المنتجع العائلي الوحيد تقريباً في شارع لاس فيغاس الرئيسي، وأضاف مدينة ألعاب داخلية ضخمة تعرف باسم أدفنتشر دوم تمتد على مساحة 5 أفدنة. اليوم يضم الفندق نحو 3700 غرفة في عدة أبراج، وما زال يحتفظ بطابعه الغريب. السيرك والمهرجون حاضرون في كل زاوية، كما يعد من أرخص أماكن الإقامة في لاس فيغاس. متعة أم رعب؟ فندق غريب فريد ومخيف للبعض. هل تجرؤ على قضاء ليلة فيه؟